جماعة النهارده هاعمل أكبر قطعة بحر بالإيبوكسي هتبقى عالمية أوي بجد، وأول حاجة جبت لوح خشب قطعته على قد المقاس علشان مفيش قالب بالحجم ده، وعلشان تتخيلوا الحجم دي كده لوحة تعتبر كبيرة، ودي اللوحة اللي هاعملها النهارده. حطيت عليها بلاستيك أبيض مطفي علشان أعزلها ودهنتها من كل حتة، ولما نشفت اديت لها وش كمان، وجمعت طوب وخشب كتير من حتة جنب البحر، وجبت صخر من البحر نفسه وفرستهم علشان أختار منهم اللي هيتحط في اللوحة. رسمت الديزاين بالرصاص ولزقت الخشبة دي عشان المية تنزل من تحتها، وثبت الحاجات التقيلة الأول، ورحت أعمل الألوان اللي هتبقى في الباك جراوند، وعملت 3 درجات علشان أعزل جزء البحر تاني ودمجتهم في بعض، واللون ده كده كده مش هيبان بس بيفرق في الفينش. حطيت ايبوكسي ومعاه المصلب وبعدها رمل علشان أعمل أول طبقة، وبدأت أصبها وأوزعها على اللوحة كلها وسبتها تنشف. ولقيت حد بيبيع حجر وصدف بحر مجمعهم من حتة اسمها أركمان في المغرب، وده شاطئ مفيش فيه رمل وكله صدف بس، فطلبتهم وجبت صدف تاني بس كبير وطين أسواني وماسك جديد علشان أصب كمية كبيرة وشوية تفاصيل تانية، وعملت بالطين نجوم بحر وظبطتهم علشان يبانوا طبيعي اكتر، وجبت كابوريا كبيره واصغر كابوريا في الدنيا علشان احنطهم واثبتهم في اللوحه. شلت الاحشاء بتاعتها وخليتها تاخد بوز جامد كده وسبتها تنشف، وقسمت الحاجه اللي هثبتها وبدات بالصدف والتفاصيل قبل ما الايبوكسي ينشف، وبعدها غطيت اللوحه كلها رمل ناشف، ولما كل حاجه نشفت شلت الرمل الزياده، وجبت غير ابيض وميه وغطيت اللوحه كلها بغيرها، وقبل ما تنشف بحط عليها رمل علشان الفينش يبقى طبيعي والرمل يبان ناشف خالص. اشتريت 36 لتر ايبوكسي علشان اعمل البحر نفسه، وعملت كميات مخيفه، فعلشان ما تتصلبش وانا شغال عملت درجات الالوان الاول براحتي، وبعدها حطيت المصلب عليهم كلهم. بدات اصب افتح درجه ودخلت جزء من الرمل معايا، وبعدها صبيت الدرجات الاغمق ودخلتهم في بعض وقعدت اوزع فيهم بالطرش، وعملت برضو درجات تانية علشان ارسم التفاصيل، وظبطت الطبقه الاساسيه وسبتها شهرين تنشف خالص. وبعدها عملت اول تفاصيل في الموج وثبت طوب في البحر ونجوم صغيره في حتت مختلفه، وعملت باقي تفاصيل الموج، وكده بدأت تبان أكتر. وثبت الكابوريا الصغيرة بس الكبيرة رجلها الشمال اتحللت للأسف فمش هنعرف نثبتها، ممكن أعملها على الغدا النهاردة. وجبت ورنيش خشب علشان أفرنش القطع اللي موجودة وتعيش أكتر. وآخر حاجة صنفرت الفريم كويس ودهنته جولد علشان اللوحة دي هتتعلق في مطعم أسماك في الشيخ زايد، وأقول لكم كل التفاصيل في فيديو تاني. ودي كده النتيجة، حتى القطة مصدقة وخايفة تنزل في المية. عايز أعرف رأيكم بجد، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.